ازيك يا حبيب قلب الزرزور؟ عامل ايه؟ كسبنا في ماتش، يعني انا مش عارف انا النهارده هطلع هقولك ايه في الماتش ده غير طرد جريديشار اللي جنني وجنن الناس وجنن القهوجي وجنن الراجل اللي ماشي بالمكنه وجنن العربيه اللي فيها سواق التاكس وجنن امي في البيت وجنن ابويا وجنن خالي وجننك. اتجننت وانا كمان اتجننت والناس كلها اتجننت واللعيبه بتاعت الفرقه اللي بنلعبها اتجننت. ايه ده بقى يا اخواتي؟ يا اخواتي حاله الطرد ايه ده؟ ايه حاله الطرد دي؟ لو انت فاهم جريديشار او جريديشار فاهم الحكم طرده ليه او الحكم فاهم هو طرده ليه، انا مش فاهم الطرد ليه. يعني حاجة في منتهى الكنافة حالة طرد. يعني انا اتمنى النادي الاهلي يكون ياخد رد فعل ضد الحكم ده، كارت ارهاب لاي حكم تاني هيعبط بقى ودماغه تسوقه بقى. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ والله انا زعلان على جريديشار، ظلم فادح، ظلم جاحد، ظلم فاشخ. ولكن كنا 9 لعيبه وكسبنا، كنا 10 لعيبه قصدي وكسبنا. طيب عم ترب النهارده بدأ بخطه غريبه خالفت التوقعات وخالفت يعني كل حاجه. طيب شفنا عبد القادر اساسي، شفنا طاهر محمد طاهر، شفنا عمر كمال، شفنا كوكا، شفنا 2 ديفندرات ديانج ومروان عطية، وشفنا النهارده يعني في تغيير جذري في الخطة، في فرقة تانية نزلت لعبت النهارده. ولكن لو انت مش عارف المدرب عمل كده ليه، هقولك المدرب عمل كده ليه. طيب احنا طبعا شفنا الفرقة دي الماتش اللي فات هناك في ملعبهم حاجة عبط، يعني أكاديمية يعني. طيب فرقة ضعيفة. طيب انت عندك ضغط ماتشات، عندك لسه لاعب من كام يوم اولت امبارح في الدوري وجاي تلعب في افريقيا، فانت هيبقى عندك اجهاد بدني للعيبة، والمدرب جاي يجرب، المدرب جاي يشوف، المدرب جاي يشتغل، فمش هيفضل كل مرة يثبت الخطة ويلعب. هو المدرب حب يريح اللعيبة عشان ضغط المباريات يجرب حاجة جديدة، يجرب حاجة جديدة. عشان كده انت شفت النهاردة زيزو دكة، وشفت تريزيجيه دكة، وشفت بن شرقي دكة، وشفت الناس دي كلها دكة. شفت قفشة اللي كان نفسه يلعب ولكن حالة الطرد، وانا كنت عارف اللي قفشة يلعب بس الطرد. انت النهاردة كان عندك اللي بينقلك بالكورة او يعني صانع الالعاب بتاعك كان في معظم الاوقات كان بيبقى مروان عطية، وديانج هو اللي كان بيلعب 6 في معظم الاوقات، ولما زاد شوية طلعوا المدرب ونزل بن شرقي. طيب النهاردة شوط اول مش عارف ده بسبب الطرد بقى ولا ده بسبب ايه، بس هو شوط اول سيء من الفرقتين، سواء من الاهلي وسواء من الفرقة كنافة زابيتش اللي احنا بنلعبها دي. ولكن قوة الفرقة دي عليك ان هي بتقفل عليك المساحات قوي، بيبقوا منتشرين قوي ومضيقين قوي خطوطهم، فانت ما كنتش عارف توصل للجون ولا عارف تعمل هجمة كويسة. كنت بتلعب الكرة الطايرة اللي كان بيلعبها مروان عطية 10/10 لعمر كمال وبالرمضان. وبالمناسبة النهاردة بالرمضان كواليتي عالي في اللعب الجماعي، لاعب بيعرف يعمل تمريرات حاسمة، لاعب الكرة ما بتطولش في رجله غير لما بيبقى الدنيا مقفولة، لاعب الباص بتاعه خطير، لاعب عمل اسيست النهاردة وهو اللي طلع عمر كمال. فانا عندي بالرمضان النهاردة ظهر بالتمريرات الحاسمة ديت، وهو معوش زيزو، هو معوش بن شرقي، هو معوش تريزيجيه، وهو معوش فروت، فالنهاردة ظهر. فانت النجاح عندك من بالرمضان. طيب تمريرات بالرمضان الحاسمة ديت لو معاك فرود حلو ولو معاك باكات حلوة مع الأجنحة بتاعتك هتبقى خطورة بنسبة 80-90% انت توصل للجون.
طول ما الكرة في رجل بن رمضان، وطول ما معاه باكات فاتحين، وطول ما معاه باكات بتتحرك، وطول ما معاه فيرود بيخلق مساحة، بن رمضان هيوصله للجون. وده اللي شفناه النهارده. طيب خدت بالك النهارده ان مروان عطية كان هو اللي بينقل الكرة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية؟ خدت بالك ان مروان عطية كان معظم الكور بتاعته طايرة، كان بيلعب على اللوب، ودي تعليمات قايلها المدرب، ودي تعليمات يعني انا خدت بالي منها في كذا ماتش من اللي فات، ان مروان عطية هو اللي بيعمل الكرة الهجومية، هو اللي بيطير الباك، هو اللي بيطير الجناح، هو ومحمد هاني. ده في الماتشات القديمة. محمد هاني النهارده ما كانش موجود، فمروان عطية كان هو اكتر واحد، هو اللي بيعمل التشيب، هو اللي بينقل الفرقة، هو اللي بيحرك وبيعمل الكرة الهجومية. ولكن في ساعات في ميس باص، ولكن مع الوقت اكيد طبعا هيتطور، واكيد طبعا الميس باص هيقل. النهارده شوفنا عمر كمال، اللي انا هقول رأيي فيه، وانا مش انا هقول رأيي. عمر كمال ما لعبش حلو الماتش ده انا شايف كده، ولا انت؟ انا معرفش بقى، الناس كلها عمر كمال والجمهور والجهاز الفني وبتاع. هي الحسن الوحيدة الجون، عمل حاجة؟ ما عملش. إيه عمل اوفر؟ ما عملش. إيه عمل مثلا لعب 1-على-1؟ ما عملش. ما عملش غير الجون اللي هو انفراد، يعني انت عايز تضيعه، انت ضيعته في ماتش الزمالك. بس انا شايف عمر كمال يا جدعان يعني اقل من النادي الاهلي، اقل من النادي الاهلي. هو شخصيه محترمه، راجل ملتزم في دينه، وانا بحبه كعمر كمال، لكن ما بحبوش كلاعب. عمر كمال انا كنت بحبه لما كان في افريقيا، كنت بحبه لما كان مع علي ماهر في فيوتشر، ولكن مستواه تراجع بطريقه يعني غريبه، بطريقه غريبه. انا اي حد هيلعب على محمد هاني هحبه، بس انا مش عارف اقول ان محمد هاني اقل منك يا عمر يا كمال. لا، محمد هاني احسن منك. محمد هاني انا احسن منه. عم مدبولي احسن منه. اقول لك على حاجه، اقولها بقى وخلاص. محمد هاني لو لاعب من لاعب منتخب مصر ابو ساق واحده، انت عارف اللعبه اللي بتلعب بعكاز وبرجل واحده، هيبقى احسن من محمد هاني لو لعب. بس انت عمر كمال محمد هاني احسن منك، فدي مصيبه. جبت جون النهارده، بس انت كنت بتلعب ايه النهارده؟ انت لعبت باك ولعبت اوف، ما عملتش حاجه، ما عدتش 1-على-1، ما عملتش اوفر حلو، ما عملتش اي حاجه يا عمر، ما عملتش اي حاجه تخليني اشيد بيك. النادي الاهلي النهارده ما يعني الطرد عجزه، فانا ما شفتش جمل، ما شفتش اللعب اللي من لمسه واحده، ما شفتش التك تك. الفرقه قدرت تهاجم عليك، الفرقه قدرت تمسك كرة عليك، يمكن عشان انت كنت اقل منهم في عدد اللعيبه، ولكن ده ما يمنعش ان الفرقه قليله، سواء في البدني، سواء في كواليتي اللعيبه، سواء في كل حاجه. بس الفرقه دي كانت ماسكه كوره عليك معظم تلتين الماتش، كانت ماسكه كوره. كانت بتعمل عليك ما بتوصلش للجون، بس كان في هجمه بتتنظم وبتتعمل عليك، كان بيفسدها اليو ديانج ومروان عطيه. فانت عشان كنت بتلعب باتنين ديفندرات النهارده، فانت قدرت ما توصلش الفرقه دي للجون، بس الفرقه هجمت عليك ومسكت عليك كوره. هجوم بدون خطوره، ولكن مسكت عليك كوره. فايه بقى المشكله بقى كده؟ المشكله النهارده اللي خلت الفرقه تمسك كوره عليك هي الطرد، ولكن قبل الطرد برضو كان في عشوائيه، وكانت الدنيا هايصه مايصه لايصه. طيب انت ما خدتش بالك بقى ان الجون اللي جه في الماتش اللي فات كان عن طريق محمد هاني الباك رايت؟ وخدت بالك برضو ان الجون اللي جه النهارده عن طريق الباك رايت وعمر كمال؟ وخدت بالك ان خطوره النادي الاهلي بتبقى من على الاطراف؟ خدت بالك؟ اكيد خدت بالك. زيزو ما يفارقش الملعب. طب ما انا بلعب على الاطراف، وبلعب على الكور العاليه، وبلعب على العرضيات. النهارده ما شفتش عرضيه اترفعت توحد ربنا، حتى الكورنرات وحشه. فزيزو طالما انت يا ترب بتلعب على الهجمات دي، وبتلعب على طريقه لعبك كده، فانت عايز واحد بيعرف يرفع، انت عايز واحد هيعمل لك خطوره من الجبهه اليمين، هو احمد السيد زيزو. ففكره ان احمد السيد زيزو يقعد دكه
وانت طريقة لعبك كده فدي مشكلة هتسببها لنفسك وهتسببها لينا وهتسببها للدنيا كلها. فطالما بلعب على الاطراف فاحمد السيد زيزو اتمنى ما يفارقش الملعب، وربنا يديله الصحة ويمنع عنه الاصابات والعين. بطل الماتش النهارده هو الجمهور. ماتش مفهوش كلام يتقال غير الحمد لله اللي احنا كسبنا. ماتش مفهوش اي حاجة تتقال غير ان احنا كسبنا. لعبنا لا، خطورة لا، مفيش حاجة. الاهلي كسب النهارده، مفيش حاجة تتقال غير ان الاهلي كسب النهارده الحمد لله. وكان الله في العون. 11 راجل في 10 لعيبة بجراديشار يعني اللي اتظلم يعني، ولكن يعني في كلمتين مهمين لازم يتقالوا. انا عندي جراديشار اتطرد، بقيت لايس، لعبت طاهر هجومي، مبقيتش عارف اعمل ايه، طلعت طاهر ونزلت بن شرقي. فعيب قوي النادي ده ولا يبقى معاه باكات عدلة ولا يبقى معاه فرود عادل. هيبقى ظلم للصفقات اللي جت، وهيبقى ظلم اني صرفت كل ده ومعيش واحد يخلص لي الهجمة بتاعتي في الجون، ومعيش 2 ورا يلحقوني في المرتدات. مشكلة طالت بقى قوي، طولنا فيها قوي واتكلمنا فيها كتير، اتمنى تتحل الحمد لله. ما تنساش ان كان معاك الزرزور، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس. والى اللقاء يا حبيب قلب الزرزور في ماتشات تانية ولقاءات تانية. السلام عليكم.